الطاقم الفني يستعد. الطاقم الفني يستعد. الطاقم الطبي يستعد. الطاقم الطبي يستعد. الهدف وصل. الهدف وصل. الضيف وصل كلهم في موقعه. الضيف وصل كلهم في موقعه. سلام سلم يا سلام عليك. مهاوي هيا الله يشفيك يا ابني، الله يشفيك. نسأل الله. السلام عليكم. حيا كيف الأحوال؟ اللهم اسمع يعرفوك يا حيا بك. صالح ابني كيف الأحوال؟ ألف سلام عليك ابني، سلامتك. ايوه شركة فارح بك عظمنا المريض. فارح بك عظمنا المريض. وده عند خدام نسأل أين هو؟ ابن أخي راقدت أنا في الباطنية. الدكتور شوف أنا في الباطنية. هنا الله يعينكم يا ابني، الله يعينكم يا رب. صباح الخير. صباح النور. كيف الحال يا أستاذ؟ معي ابن أخي راقد هنا، ما اشتري في أي غرفة. أنا جيت. إيش اسمه؟ علي أحمد إبراهيم. من؟ علي أحمد إبراهيم. طيب ثواني أتأكد لك. ألو. من طيب. معهم مريض. لا حول ولا قوة. ألو. المريض علي أحمد إبراهيم موجود عندنا؟ ساهر طول الليل. طيب. شوف يا أستاذ موجود المريض عندنا؟ خلص باقي. يا رب اشفي ابني قومه بالسلامة يا رب. ودافع الشافعي ما بصير نصيحة. ألف سلامة. السلام عليكم. ألف سلام عليكم يا ابني. الله يسلمك. أخوك الله يشفيه. ابني ولدي في العملية. الله يشفيه. الله يشفيه. انه يقوم بالسلامة. ادعوا له بس، ادعوا لي يا ابني والله الله كريم. يا رب. في العملية ولدي. تدري ماذا اخترت بيت عليكم ولا ما هو يا عزيز؟ ها؟ يا رب ولدي. الله كريم. الله داعي والباري يسهل ان شاء الله. قالوا داعي ولدي بس في حالك شهادة. هيا زين. بعيد الله داحمة. يا رب يا ايوه قولي يا رب وبس، قولي يا رب. هو لا حول ولا قوة الا بالله. خذ عنا بس يجي. ابي نشوف العمليات هاي ما يفهم. طوارئ مليان مصابين. ايش؟ اطباء كامل. يرجى الانتباه. يرجى من يحمل تصيلة لا استعجل يضل يا دكتورة. استعجل يضل وده الشارع بحاجة دم من بنك الدم الآن. يرجى الانتباه. طيب الآن يرجى من يا يحمل دكتورة. بعض الناس طلعنا غلط. تبرع بالدم مراجعة. دكتورة خليهم يضغطوا على الكود الازرق. لا شيء قص. من المكتوب الباطنية. ألو. جميع الأطباء اللي متواجدين الآن في الفترة الصباحية يتوجهوا للدور الثاني. يا دكتورة. الآن لو سمحتوا. يا دكتورة ما لهم. ها؟ ما لهم هذا.
في حالة قصف على أساس جابوا الحالة الأولى، في حالة قصف حصلت قبل اليوم؟ ربع ساعة. أيوة اليوم؟ أيوة جابوا أول حالة وفي حالة تحت مليان والآن بيطلعوا. قلنا الفصائل كلها، احنا دايرين ايش الفصيلة. استودم يا بنتي. ألو بحاجة دم من بنك الدم جميع الفصائل لو سمحت. يلا استودم احنا مستعدين والله. بسرعة بتتفرعوا بالدم؟ ايوه ممكن. خلاص طيب شوية بيطلع على طاقم بنك الدم وانتوا يا أستاذ؟ انا اي موجب. خلاص طيب بنشوف الآن لما يجي طاقم بنك الدم بنكلمهم. يا دكتور لو احنا مستعدين نتبرع. الحالة الأولى تدخل. ما هو اعظم منك ما الله يشكرك. هذه يا ابني اشياء. كنت مقطعنا لو سمحت. سمعتوا ضرب الدوس ما تشعروا؟ ايوه احنا في الدور الثاني. طيب الان يا ولدي يا ولدي نفدالك، انا بدالك. طمني على بنتي، طمني على بنتي يا الله. غدير يا رب. دكتورة شوف كم قال. طلعوا غاز يرجى الانتباه. يرجى من يرغب بالتبرع بالدم من أي فصيلة كانت مراجعة قسم المختبر للأهمية. بسم الله جماعة جو. سالم فصيلته. سالم سمعتي؟ بسرعة سالم. سالم. انا يا دكتور بسرعة نحتاج دم يا دكتور نحتاج دم. متواجد الآن في الأسانسير بس بصلحوا في الأسانسير بس الآن بيصلحوا وبيطلعوا. كدوخ الاسانسير بس كدوخ الاسانسير. الحالة الثانية تدخل بهدوء. قبل ما نكسر بلوة الناس حمد على بلوته. احمد الله يا ابني على النعم. احمد الله. الله يستر الله يستر. يا الله احد ابن اخي. يا الله لا وجع في قلبي على شوية يا الله لا توجع قلبي على ولدي. يا دكتورة يا دكتورة. الف سلامة عليك عليك. العمليات بلغوا بحالة الوفاة. إلا ما أخذ ولله ما أعطاه المريض توفى. لا يا اخي لا تغرق. لو سمحت يا شيخ لا ترفع صوتك لو سمحت. ممنوع
ممنوع قلت يا انا لو سمحت لو سمحت قم يا قم قم الغرفة عندنا جيب قم ادخل الغرفة قم ما تشتي ما تشتي ما تشتي يخرج لها خارج اخرج صوته مرتفع لو سمحت لو سمحت لو سمحت طيب عيب عيب جاي عندنا لو سمحت لو سمحت في الغرفة في الغرفة لو سمحت يا عمي يا عمي لو سمحت بين اقول لك لا تدخلش لو سمحت لو سمحت جاي الغرفة جاي لو سمحت خلوهم عندي في الغرفة لو عندي ما صيحش انا ما صيح لو سمحت انا عامل هنا انا عامل هنا موت لو سمحت لو كل الناس بيموتوا الله تعالى كل الناس بيموتوا تعال 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 لو سمحت طيب انا عامل هنا تعال تعال عملي هذا طلعت ودهم يا اخي واسع علي لو سمحت ولا بين اتكلم باحترام انا بين اتكلم من اول باحترام اقول لك انا عامل هنا وهذا عملي مانيش قاعد بالمستشفى لو سمحت رجاء انخاف جلس عامل جلس ما عليك منهم لو سمحت لا اخي مات اخو مات. كل الناس بيموتوا معنا كل الناس بيموتوا اسكت انا اسف. ادخل جو عندي جو عندي الغرفة جو بيتي انا لا دخلوا جي الغرفة يا ابني صلي على رسول الله ما تسمعي خلاص بس امر الله دس عاش ما لكم اتصلوا لي امن الاداره لو سمحت لا بتصلوا لي من الاداره الله تعالى الان في غرفتي غرفتي هذا غرفتي فوق عيني فوق خلاص راسي وجالس عندي فوق عيني فوق راسي بس لو سمحت لا تدخل لو سمحت انت لو سمحت الله تعالى ما هو انا اتكلم بادب انا اتكلم بادب هو انت اللي بتمد يدك من اول انا خلوا سمحت انت معكم حاله لحالها وهذه حاله لحالها لو سمحت لو سمحت والله ما يخرج والله ما يخرج لا تمشي يده طيب خلاص لا حد يمد يده لو سمحت هذا عملي هنا لو سمحت لو سمحت لو سمحت لا تمد يده لا تمد يده لو سمحت شوف عملك اقول من اول لا تمد يده لو سمحت لا تدخل لو سمحت طيب لا طيب ليش تمسك يدي عيب لو سمحت ليش تمسك يدي لو سمحت لا تمسك يدي انا عملي يلا اتكلم عيب على طول بصلي على النبي جاء الصياح والازعاج مع المرضى انت اللي بتصيح ما صيحش انا ما صيح انا ما صيح اطيب كلنا والصبر لا كل حدود لو سمحت لا تدخلش رجال خاص قليل الحياة هذا قليل الحياة ولا يدخل عندنا يا ابني صلي على رسول الله قد احنا معك لا تصيح لو سمحت لا تفعلش مشاكل لا تفعلش مشاكل لو سمحت لا تفعلش مشاكل لو سمحت لا تفعلش مشاكل لو سمحت لا تفعلش مشاكل الله تعالى لا تفعلش مشاكل لو سمحت انت اكبر مشكلة لو سمحت امزح بكل شيء الا الموت. انت اكبر مشكلة اقول لك حاجه احنا عايشين الموت يوميا. طيب حتى الموت له حرمه. انا الثاني بس لو سمحت سير بسرعة راعي شعور المرضى الباقيين. طيب وانت راعي شعور المرضى الباقيين ها والله نمزح والله نمزح وهذه الغرفه مش غرفتك لو سمحت بين اقول له لو يلا اسف قليل الحياة مينك من الشيء لو سمحت عملي هذا لو سمحت ما تشتي يا انا ابني من اول اتكلم باحترام من اول انا اتكلم باحترام فقط والله لا اخرج صبي والله لا يخرج صبي فوت على قليل الحياة عملي قلة حياة يا كامل
انا صاحب رساله، وهذه رساله سلام. وصلت. يا سلام. فاحب اشكر كل الطاقم والمخرج على التويست اللي وصلتوها للناس، على المعلومه والمسج والرساله. احب اشكر كل الجروب اللي عنده حافز يشتغل شيء يشتغلوا. أيوة. يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بيشتغلوا. عندهم طاقه جباره. عمري ما حسيت انه تمثيل ابدا لما التفت. لما شفت الكاميرا. ايوه ايوه. هذا فنان يصيح بصوت. دكتور يعني. راضي يعبرنا. قل له ايه سالب، انا معي ايه سالب. اشتي موجب عادي، ايه سالب تركب معي شيء. فرساله اخوتنا في غزه واخوتنا في اليمن ايوه والمسلمين، احنا ما نسيناكمش ولا ممكن نحن ننسى حقكم. يا سلام. حقكم بالقابنا، بس ان شاء الله النصر قريب ان شاء الله. احنا نحاول نضغط على انفسنا ان شاء الله النصر قريب. حبيب قلبي شرفتنا يا غالي، واي شيء انت تعبت فيه مسحب فيه. لا والله ما تعبت بحاجه. انا في السفر في التعب انا تعبت لو كان المقلب يعني يكون مالوش معنى. يا سلام. مستحيل والله العظيم. ما مستحيل ان انا اقبل، لانه انا بعمري بحياتي ما طلعت برنامج مقالب. ما شو مقلب هذا والله. بس هذا البرنامج يعتبر درامي، انا اتشرف ان انا اكون فيه، لانه فيه تويست، فيه رساله للناس. أنا والله العظيم يمكن ما قدرتش أعبر، بس التعب نفسي أكثر ما هو. قتلك أيوة التعب. التعب داخل نهار مرتين وأنت نهار. أيوة أشياء الطرح أنا أوفر يا أخي سيعود. راحتك يا زين. وروح نام وأنت مرتاح. حبيبي. هترجع عب ولا هتستنى ضيف؟ أرجع عب. أنا والله ما طلعت إلا أتمقلب وأمشي. ماش مقلب أنت دائما؟ لا مش مقلب أبدا. هذه رسالة، وشكرا لإدارة البرنامج، شكرا للمخرج، شكرا لك يا أستاذ، وتحياتي للجميع. وأنا آسف لو في أي تقصير فوق راسي، ما في شيء. أنا مع الرسالة أيا كانت، حتى لو أيا كانت أنا مع توصيل رسالة. هذه الرسالة يمكن ما وصلتش الناس، ما وصلش عندهم القصد، أو ناس كانوا بعيدين، أيوة ما حسوش بالمعنى. فتحياتي لكم وللفكرة العملاقة. رمضان هوية.